حنا نمشيو لو كاري فينال تاع لا كوب دي مون. خصنا ندخلو لا كور دي غران. انا ما بغيتش نقول لكم بانني وليت كنلمس واحد الطموح، واحد الرغبه، واحد الطلب عند الجماهير المغربيه اللي تقول لك خصكم تديو لا كوب دي مون. بغيت نمشي معكم غير خطوه خطوه ان شاء الله بحول الله. بطبيعه الحال حنا تنديرو السبب والله سبحانه وتعالى تيكمل. غادي نديروه. يفو الي يفو با هيزيتي. ما تحسوش انا الثقافه نتاعكم ما بغيتش تبقى فيها هذاك سميتو فلان ولا هذيك الفرقه فلانه. سي فيني. اوني كابابل. حتى حنا عندنا الطالون، حتى حنا عندنا لي زونترينور، حتى حنا عندنا البنيه التحتيه، حتى حنا تنلعبوا الكره، وداك الشيء اللي خصنا نديروه باش نوصلوا لهذاك النيفو خصنا نديروه. وليد سفيان رشيدي قناه رياضيه. ايوا سفيان في اليمين كاملين مشيتوا لليمين اليوم. الجهه ديال الحكيمي مزيان. وليد اولا كنتمنوا لكم التوفيق ليك والمجموعه ككل. عندي سؤال كيرتبط بلا ريكوبيراسيون بعد 3 ماتش ديال لو تري او نيفو، سواء الماتش الاولاني ديال كرواسي، سواء بلجيكا، سواء الماتش الاخراني ديال كندا. اكزومبل ديال يوسف نصيري لي فور ليدر، لو نومبر ديال السبرينت ليدر في الماتش ديال كندا كانت شي حاجه انورم. يعني كيفاش كانت لا ريكوبيراسيون واش الدراري كاملين اون فورم سور لو بلون فيزيك، سورتو على انه هذا الماتش كونتر الاسبان غيكون اوتر شوز. ثاني حاجه كنتفكر على انه اخر عام ديال لويس انريكي مع اف سي برشلونه كان في 2004. انت 2004 جيتي لراسينغ سانتاندير. واش غتكون ان شاء الله نهايه العهده ديال لويس انريكي وبدايه عهده جديده لك ان شاء الله باذن الله كمدرب الكوب دي مون؟ نو على الكوتي فيزيك اي فرقه دابا ملي كتبغي تمشي بعيد في لا كومبيتيسيون خصك تكون موجود. عندنا ان جروب والدراري لي ريكوبيراسيون بحال ديما اللي درنا. جو بونس غيتلعب ماشي غير في لو كوتي فيزيك، غيتلعب في لو كوتي مونتال. va falloir qu'on soit fort mentalement pour pouvoir répéter les efforts. والدراري موجودين على هادشي. بحال اللي قال منير سي فينال لينا حنا اون اي بريباري باش نفرحوا الشعب ديالنا ونحتوا لو ماكسيموم. واللي غيعيا بحال اللي درنا في لي ديرني شونجمون غيخرج غيخلي بلاصتو لواحد اللي يقدر يموت معنا. هادشي اللي كيامنا. دونك لا ريكوبيراسيون كنديروها. اون ان فري ستاف ميديكال تا هو اليوم خصني نقولها عاونونا بزاف، عاونوا الدراري. مي فوالا كون اون ايكيب كوم لو ماروك on se doit d'avoir les moyens de la récupération. Ou le GMA ou le staff médical, on a du très très haut niveau. Et je suis pas inquiet de ce côté-là. Et en plus, on a 2 préparateurs physiques espagnols. Donc voilà, on a le côté athlétique. جيل جديد في فريقنا، وهذه العقلية يجب أن تتغير في المنتخب المغربي. لقد تغيرنا، بلدنا تغير من ناحية تنافسية. نحن نريد أن نكون تنافسيين وهذا الفريق مختلف، وحتى المنتخب الإسباني تغير. لدينا منتخبين فريقين يلعبان على أعلى المستويات، سوف نتقابل ونسعى وراء الفوز. أما الانتقام لا أظن بأن علينا أن نتكلم عن الانتقام، هذا لا يفيد أحدا. أنا قلت لك بأن طموحي لا حدود لها. هل قلت هذا الكلام في مؤتمر صحفي أم على الهامش؟ ولكن نعم أنت محقة، أنا طموحي لا حدود لها. السؤال للمدرب وليد. نحن نرى بأن الصحافة الإسبانية تحاول أن تقلل من أهمية المنتخب المغربي. ما قولك في ذلك؟ السؤال كلا. أنا نحن نعلم أن كل يؤدي دوره. فالصحافة والإعلام الإسباني يقول ما يقوله عن منتخبنا، وصحافتنا وإعلامنا يقول ما يقوله عن المنتخب الإسباني. لذلك علينا أن نشاهد المباراة ونتمنى أن تكون مباراة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا 48 ساعة وحنايا بايتين هنايا حدا المركز ديال بيع التذاكر، وللاسف كيقولوا لنا ما كاين والو، وهو اصلا ما كان ما تحط والو، ما تحط حتى شي تذكيره في البيع من الاساس ديالها.
وحتى دابا في السوق السوداء كتلقاو الناس انهم واخدين تذاكر ب 1000 درهم وكيبيعوهم بما يفوق 10000 درهم، وهذا الشيء غيقدر ياثر زعما بشكل سلبي على المنتخب الوطني، حيت ما غاديش يكونوا بزاف ديال الجماهير يعني مغربيه اللي غادي تساند بحال كيف ما كيدير الجمهور المغربي. ناخذوا راي اخر. كيف جيتوا لقيتوا التذاكر ما لقيتوهمش؟ شنو الامور اللي لقيتوا، شنو الصعوبات اللي لقيتوا؟ الصعوبات اللي لقيناها هي التذاكر طرحت كنظن النهار الاولاني خداوها الهنديو جنسيات اخرى، ما لقيناش التذاكر، لقينا جوج وكاين الاخوان معنا ما عندهمش تذاكر وجايين من مسافات بعيده وجالسين هنايا ومخلصين لي زوطيل ومخلصين كل شيء. تصور كندورو كيقول لك التذاكر ب 10000 درهم مغربيه بزاف، كنظن كاين اللي ما عندوش هذه القيمه هذه. حنا خديناهم بثمن غالي، ولكن الغالب الله على الوطن ما عندنا ما نديروا. النقطه السلبيه الله يجازيك بخير هي انه كاين كنظن الامور الاخوان ديالنا العرب والاخوان ديالنا الخليجيين عجباتهم الاجواء وذاك الحماس اللي كيدير الجمهور المغربي واقتناوا التذاكر. انا تلاقيت ليبي هنا البارح عنده 3 ديال التذاكر، عييت نرغب فيه يبيع لنا داك 3 التذاكر، قال لي انا باغي ندخل نشوف الفرجه. قلت له داك الفرجه شكون اللي كيصنعها؟ داك الجمهور المغربي. الا ما دخلش داك الجمهور المغربي فين غتلقى هذه الفرجه هذه هي؟ دونك خصكم تعاونونا في التذاكر، ناخذوا حنا بعدا التذاكر اللي غادي ناخذوا، واللي بقى داك الساعه يدخلوا فيهم الاشقاء العرب يصبروا معنا فيها. وكنظن الجميع حتى الموقع ديال الاتحاد الدولي هناك الجماهير اللي دخلت ولكن ما لقاش تذكره، واش ما كانش يعني التاخر على مستوى اقتناء التذاكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من بعد الماتش ديال كندا والمغرب وتاهل المغرب لدور 16 دخلنا الموقع ديال فيفا، ولكن تعطيك دائما انتظار ما كاين حتى تذكره، تيبقى 10 سوايع. حنا تنسهروا حتى ل 5 الصباح باش نقتنيو التذاكر، وفي الاخر يقول لك الموقع نفذ التذاكر. نعم. في الوقت اللي هناك جماهير كذلك اللي تمكنت من اقتناء التذاكر ولو ان بمبالغ كبيره، خديتوا التذكره ديال المباراه؟ انا عندي التذكره ديالي لان كنت خديتها من الموقع ديال فيفا قبل، لان كنت في 2018 في كاس العالم 2018 وما بغيتش تعاود لي نفس المشكل، فاشتريت التذكره ديالي ولكن ما كنتش خديت التذكره للابن ديالي. فمني جيت ناخذ التذكره ديال الابن ديالي باش نشجعوا المغرب، لقيت بان واحد الاثمان ماشي حقيقيه، يعني ماشي فايته الثمن ديالها، واللي ضرني شويه. انا الاخوان سمعتهم كاع الشيء اللي قالوا هذا هو الواقع وهذا هو اللي كاين، ان كاين في بعض واحد الناس كيستغلوا هذا المشكل ديالنا ديال التذاكر، فكيلبسوا تيشيرتات مغربيه وكيمشيو عند الاجانب اللي هما خلاص ما تاهلوش وعندهم تذاكر كانوا اقتنوها بطريقه يعني القانونيه، وكيجيو يبيعوهم يعني، وهذوك الناس كيجيو يشتريوهم منهم وكيضطروا انهم يبيعوهم لنا في السوق السوداء. والاسعار ديالهم الان دابا الاسعار الا خديتي من البريمير سورس $700، خديتي من الدوزيام سورس $800، الا كنتي بعيد وساكن في الوطيل ديالك $1000. ماشي معقول هذا الشيء يعني. هناك جماهير اللي كذلك تمكنت بانهم اقتناء التذاكر مبكرا اليوم، يعني واش كيبان لك بانه جمهور كثير اللي ما تمكنش انه ياخذ تذكره؟ السلام عليكم. كاين جمهور كثير اللي ما توفقش ياخذ تذكره. احنا دابا 10 بينا ما لقيناش تذكره، حتى في الماتش الاول ديال كندا مع المغرب خدينا تقريبا 10000 درهم للبي، حنا 10 الناس. دابا ما كاينش كيقول لك سير للسوق السوداء، سير سوق واقف، الا بغيتي تاخذ تذكره سير سوق واقف. كاين تما الهنود ولا جو سي با شحال كاين ديال عباد الله اللي تيبيعوا هاد لي مارشي نوار.